اهلا بيك في فيديو جديد وحلقة جديدة، بس حلقة النهاردة مختلفة جدا وحلقة كلها ضرب نار. حلقة النهاردة هنحرق فيها دور التمانية. ازاي؟ يعني هنتوقع مع بعض المباريات، بس انا توقعي باذن الله هيكون صح. قول لي ليه؟ لان احنا تابعنا دور ال16 وشفنا اللي حصل فيه. بصراحة كان دور كويس، كان المباراة كلها ممتعة، كان اداء فوق حماس كده. دور ال16 بدأ بقى واللي هو ايه، يا قاتل يا مقتول. دور التمانية بقى مقتول بس، مقتول بس من اللي احنا هنشوفه. والمباريات اللي داخله علينا دي، ان احنا داخلين على مباريات موت الموت الموت، ومتعة ما فوقها متعة. بعيدا عن منتخب مصر ان سكته سالكة، يا رب بس تفضل سالكة ونعدي بما يرضي الله، ويا ربنا يستر. ربنا يستر. كمان بص انا مش مطمن المنتخب يا رب. ما علينا. في فيديو النهارده هنتوقع او هنحرق دور التمانية، هنحرق وحرق عشان نبقى فاهمين، وهنعرف مع بعض مواعيد المباريات بالمره واحنا بنشوف. فلو انت اول مره تشوفني او متابعني من زمان او كنت قبل كده في القناه، لسه داخل جديد اول مره يقابلك الفيديو، ما تبخلش عليا بلايكك. تنزل دلوقتي تخبط اللايك المتين وتقول لي رايك. يعني انا هقول نتائج، انا اقول نتائج، بس ده حرق عشان تبقى فاهم، لان انا عارف ان النتائج دي باذن الله هتكون صح. تمام. قول لي انت كمان توقعك، هل انت راضي يعني متفق معايا في حاجه ولا لا؟ في التعليقات تحت، في صندوق التعليقات، تنزل دلوقتي تقول انت هتكون متفق معايا في حاجه ولا لا. وما تنساش لايكك واشتراكك وتفعل الجرس عشان تكون موجود معانا في الحاجات الحلوه دي على طول. ويلا نبدا. اول مباريات ربع النهائي. قبل ما نبدا في مباريات ربع النهائي، دور ال16 خلص بشويه تعقيدات بصراحه. هنيجي من الاخر خالص، هنبدا من اخر حاجه كانت لسه من شويه. منتخب الجزائر، مباراة عبارة عن، مش عايز اغلط، مباراة باردة. انا كنت مفكر ان المنتخب الجزائري هينزل يكتسح ويخلصنا من المباراة دي بدري بدري، ويخلص على الكونغو بدري. الجول يجي في الدقيقة 119، يعني كان لسه دقيقة والشوط الاضافي المحتسب من الاتنين خلص. لسه دقيقة ويخلص، يجي عادل بولبينا يسجل اول الاهداف اللي يعتبر بها تأهل لدور الثمانية المنتخب الجزائري. كانت مباراة وحشة بصراحة عشان نبقى متفقين. كان المنتخب الجزائري كان ماسك المباراة بس المباراة ميتة كده، انت فاهم؟ مش المباراة اللي هي هتلاقي فيها جون هنا وجون هنا، هجمة هنا هجمة، عارف انت الشغل ده. لا، منتخب الكونغو داخل مكمبر والجزائر ضاغط، بس ده اللي كان بيحصل طول المباراة، والجزائر مش عارف يجيب جول. برضه مباراة نيجيريا موت. اللي هي قدام نيجيريا فعلا احنا كنا ناسيين المنتخب ده، عمالين نقول السنغال والمغرب ومصر والجزائر ومش عارف مين، وناسيين نيجيريا موت. الواد اوسيمين ما بيرحمش. نيجيريا مسكت موزمبيق 4-0. 4-0، انت متخيل الرقم؟ بس وبأداء، يعني رقم وبأداء. هو طبعا مباراة مصر 3-1. يا سلام علينا وعلى ثقتنا. أداء كان زي الزفت، يعني احنا أداءنا كان زي الزفت، بزفتين ثلاثة. ومحمد صلاح، يعني انا بحبه عشان نبقى فاهم، انا بحب محمد صلاح، بس كان زي الزفت بصراحه. كانت في مباراه بارده، مباراه رخمه، كانش عارف يعمل اي حاجه. بقى هو جاب جون في الاخر ماشي، الحمد لله كسبنا، بس اداؤه كان زي الزفت كل المنتخب. ومنتخب المغرب صعد، وجنوب افريقيا خلاص خسر قدام الكاميرون والدنيا دي. فاحنا يلا نحرق مع بعض دور الثمانية. اول مباريات ربع النهائي او دور الثمانية، مباراة مالي والسنغال. اللي انا شايفه اللي انا شايفه ان السنغال هتمسك مالي، تمسح بكرامتها الارض. الماتش ده هيخرج للسنغال ممكن يعدل ل 4-0 من بدري، من بدري. انا قلت اهو، دي اول مباراة ربع النهائي، مباراة مالي والسنغال هتكون يوم الجمعة 9/1. انا بقول لك ان الماتش ده هيعدل ل 4 عشان نبقى على نور. السنغال هينزل خايف، ومالي هينزل خايف اكتر منه، ومالي هيفضل مكمبر زي ما احنا شفنا الباقيين، هيفضل قافل نص الملعب ما بيتحركش بتاع. بس السنغال خطير جدا جدا، وعنده العناصر اللي تعرف تفنش في الجون بسهوله. السنغال افتكر الرقم، انا قلت اهو اول مباريات ربع النهائي مالي والسنغال 4-0. دي توقعي، وانت كمان تقول لي رايك في المباراه دي في صندوق التعليقات. المغرب والكاميرون، دي بقى اللي هتبقى ماتش لازم نتفرج عليه من اول دقيقه لاخر دقيقه. هيبقى بص، مش عارف تمسكها منين، مش عارف تجيب اللعيبه منين وتمسك وتجيب ابراهيم دياز منين وتجيب الكاميرون.
الدنيا هتبقى دمار في الكاميرون. ماتش الكاميرون والمغرب ده هيكون رزع، ضرب نار، بيرقعوا في بعض طول الماتش. توقعي ان الماتش ده هيوصل ضربات جزاء. ضربات جزاء، يا اما التوقع التاني ان المغرب تجيب جون ويبقى 1-0 وانتهى على كده. يا ده يا ده، يعني المغرب هيجيب جون وتنتهي على الكاميرا على كده، يا الماتش ده يوصل لركلات ترجيح. وفي الاغلب هيوصل لركلات ترجيح، لان المنتخبين اتقل من بعض. كده احنا وصلنا للمباراة التانية. توقع انت كمان برضو، انزل تقول لي رأيك في التعليقات تحت. الجزائر ونيجيريا. الجزائر ونيجيريا. نيجيريا بقى اللي الله يكون في عون اخواتنا الجزائريين بصراحة. يعني احنا من مباراة الجزائر اللي احنا شفناها بره من شوية دي، ان الجزائر ربنا يكون في عونها بأمانة. نيجيريا غشيمة، غشيمة، غشم، الغشم التقيل قوي، انت فاهم. 2-0، بس مش هقول لمين بصراحة عشان الجزائر ما تزعلش. هو يا اما 2-0 لنيجيريا، يا 1-1 وتوصل ركلات ترجيح، عشان نبقى فاهمين. لان نيجيريا تقيلة جدا 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 على المنتخب الجزائري. مش بقلل بس نيجيريا الوقت العناصر اللي موجودة جوه المنتخب النيجيري اتقل من الجزائر. حبايب قلبي، مصر والكوت ديفوار، يا رب. انا مش هقولها غير حاجة واحدة، يا رب. وانت عارف الباقي، او انت عارف من اللي جوايا احنا ناويين عليه. ربنا يستر معانا في المباراة اللي جاية دي بتاعة الكوت ديفوار، ببركة دعاء المصريين كلهم. فالنبي يا رب، ربنا يسترها. ادعوا لنا، ادعوا لنا يا جماعه. عايز ننزل تاني في التعليقات. ما تتوقعش ان تيجي بمصر، ادعي لمصر بس، ادعي لنا بالتوفيق في المباراه اللي جايه بس. يعني اللي انا شايف ممكن 2-0 لنا، ممكن. يعني بس هيبقى ايه بدعاء المصريين برضه، عشان نبقى فاهمين. كده احنا ايه، حرقنا دور التمانية. انزل دلوقتي بقى انت تقول لي دلوقتي رايك في الحرق ده. تقول انت كان رايك ايه غير اللي انا قلته، ايه المختلف من اللي انا قلته، كنت انت متوقع ايه غير اللي انا قلته، الكلام الحلو ده. متنساش لايكك واشتراكك وتفعل الجرس علشان تكون موجود معانا دايما في التغطيات الحلوه دي. وسلام.